ويقبضوا عليهم ويحولوهم للقضاء، وبعدين يا اما ثغره في القانون فوكيل النيابه يفرج عنهم، يا اما يتحولوا القضاء وياخدوا حكم هين جدا. زي الست اللي معانا دلوقتي، ست ما تختلفش خالص عن الست اللي كنت حضرتك معاها. ست اتخطفت من قدام بيتها، اغتصبوها 4 وبعدين قلعوها هدومها، صوروها فيديو، الفيديو معايا لمدة 5 دقايق، حاجة طبعا لا يمكن هزيعه ولا اقدر ازيعه ولا اي حاجة، ورفعوه على اليوتيوب ووزعوه على اهل البلد كلهم، والست من غير هدوم خالص بيحصل فيها حاجات في منتهى القذارة قدام اهل البلد كلهم، واي حد من البلد دي هيبقى عارف انا بتكلم عن مين. ست راحت وبلغت وقالت فلان وفلان وفلان اللي عملوا فيا كده، والولد الصغير ابنها شافها وهي بتتخطف وراح شهد في النيابة وقبضوا على الناس واطلقوا سراحهم. انا عارفة ان حكاية الفيديوهات والتهديد بالفيديوهات كده ليها علاقة بالاداب. لو اي حد بيتفرج او بيشوف البرنامج النهاردة من مباحث الاداب، انا معايا فيديو في منتهى القذارة، وهي ام لطفلين ومش قادرة تمشي في البلد ومش قادرة تروح ولا قادرة تيجي ولا اي حاجة، وبعد ما تم اغتصابها عشان ما تتكلمش وما تقولش اي حاجة اتصورت عارية وبيحصل فيها حاجات. يعني طبعا انا ما رضيتش اعمل حلقة ولا اعمل انترفيو غير لما شفت الفيديو، وكنت يعني في غاية الأسف إن ممكن يكون في ناس زي دي اتمسكت وأطلق سراح. بجد حاجة يعني أنا ما عنديش تعليق عليها بجد، لأن ما حدش هيتخيل أنا بقول إيه غير لما تشوفوا الفيديو. طبعا الفيديو أنا ما أقدرش حتى ولا أغطي الصورة ولا أي حاجة، فيديو في يعني مجرد من أي إنسانية، ولا يعني ربنا يعافينا يا رب. نروح نشوف مع بعض. قولي لي بقى ايه اللي حصل؟ انا جايه لحضرتك لان انا اتخذت ظلم وعمل معايا اعمال ما تنفعش وخدوا براءه، فانا مش لاقي حد يجيب لي حقي وعايزه حقي من العداله، وبوجه كلامي لمدحت براءه لان هو اللي اداهم البراءه. وعايزه حضرتك تتفرجي على الفيديو، عايزه حضرتك تشوفيه وتشوفي اللي معمول فيه، وده تعرض على التليفونات كلها في البلد عندي. واتبهدلت. بلد ايه؟ محله اللبن تبع بسيون، وبهدلوني بهدله جامده. وبعد كده والعيال دي اصلا محبوسه على ذمه قواضي تانية وخدوا براءه من قضيتي انا. فانا مش لاقي حد يجيب لي حق، ما عنديش حد يجيب لي حق. لا لو حقك ما رجعش بدي تبقى كارثه. انا مش لاقي حد يجيب لي حق، تبقى كارثه. انا يطلع حضرتك بعد ربنا يعني عشان تجيبي لي حق، لان الفيديو اللي حضرتك شفت ده نزل على التليفونات كلها، وانا بعمل، انا عندي بنت والبنت ديت اما تكبر طبعا دي هتقابلها عقبه في الحياه. فانا مش لاقي حد، وانا جوزي عاجز، مش لاقي حد يجيب لي حق. مين يجيب لي حقي؟ قولي لي هو ايه اللي حصل؟ هم جم خدوني من البيت. ليه؟ تحت تهديد سلاح. ليه؟ ابن عمي. ماله؟ ليه خدني؟ ليه؟ مش عارفه، هو لما خدني لقيتهم دخلوا عليا بالسلاح. ايه ما لازم في سبب. هددوني بقتل ابني. لا انت بتقولي لهم في الفيديو خلاص كفايه. ده الكلام ده بعد ما ناموا معايا وجم صوروني وبيهددوني، يعني عشان ايه؟ اما يعوزني ايوه بس انت قلتي له خلاص كفايه مش هفتح بقي ولا هقول حاجه. لان كانوا بيهددوني. على ايه؟ على اغتصاب؟ لا بيهددني، يعني لو اتكلمتي جبت السيره لحد اللي احنا عملنا ده هنبعته الفيديو ده في رساله لجوزك وهنفضحوك على الدنيا بحالها. وقلت لهم انا مش متكلمه. يعني هم خدوكي عشان يغتصبوكي بس؟ عملوا اللي عملوهم معايا وهددوني بقتل ابني. قلت لهم انا لو مؤاخذه يعني انا مره، اعملوا اللي انت عايزينه بس ابني ما حدش ليه دعوه بيه ولا حد يلمسه. عملوا اللي عملوهم معايا وراحوا صوروني وهددني، قال لي لو اتكلمتي هنبعته في رساله لجوزك. فانا مش لاقي حد ياخد لي حق.
وطالعه من عند القاضي. يعني الفيديو ده وريتيه للناس اللي رحتي اشتكيتي لهم؟ احمد بيه غباره ده رئيس مباحث بسيون، هو اللي وقف معايا وهو اللي ساعدني وهو اللي شجعني. انا ما لقيتش حد وقف معايا الا هو. حتى لما رحت له قال انا بحسبك اتنازلت لما خدوا البراءه. خدوا براءه ازاي؟ مش عارف، انا مش عارفه. وبعد ما خدوا البراءه انا ماشيه في بس دي حاجه خاصه ببوليس الاداب. لو سمعنا ان واحده تتاخد وتتصور بالطريقه دي البشعه دي، هو ما يرضيش ربنا اصلا. انا مش عارفه القاضي اداهم براءه ازاي وتتساب الحكايه ويطلعوا براءه. انا مش عارفه. وهم اصلا محبوسين على قواضي تانية، هم طلعوا من قضيه تانية وصوتهم موجود في الفيديو ما اناش عارفه. والقاضي وايديهم موجوده في الفيديو. والقاضي كمان عملها في المداول وجاب لي المتهمين وانا شاورت عليهم وجبت له وقلت له الدجه اللي في صلاح اهي. امال ايه؟ ما اعرفش. انا ما اعرفش. جوزي كنت انا بعد الموال دي انا ما طقتش اقعد مع حد خالص، ما كنتش طايقه ابص لحد ولا اكمل الحياه مع جوزي. المهم روحت عند بيت اهلي. راح جوزي اشتكاني عشان اروح بالعافيه. اشتكاني بسرقه ذهب وسرقه عزال وسرقه طفل. راح المحامي علي بليكع ربنا ما يسامحه، راح جايب المحضر ده استخدمه في القضيه. انت سوابق يعني؟ لا قصدي ان معمول ضدك محاضر يعني سرقه وبتاع. يعني قال لي جوزي بيتهمها بالسرقه. معلش، ما هو انت لو حراميه برضو ما يتعملش فيكي كده. المهم جوزي لما عرف ان قضيتي اللي هو اللي بوظ قضيتي قال لي انا واقف جنبك لو هبيع الدنيا بحالها. عنده عربيه ملاك اسمه هو عاجز، قال لي انا هبيع عربيتك وافتح لك التحقيق من تاني وانا جايه لحضرتك عشان تساعديني. انا عايزه حضرتك تساعديني، انا مكسوره مش عارفه امشي في بلد، انا ماشيه زي ما اكون غريبه. انا ما بطلعش من البيت. دي مصيبه. انا ما بطلعش من البيت والعالم كلها مفكراني ان انا ظلماه وصوته في الفيديو. يعني انا اللي مزهقني من العالم ان هم واقفين مع واحد مجرم. ده الفيديو موجود. ده هو مجرم في ايه؟ ده وزعه في البلد بعد الطفل الصغير كان بيتفرج على الفيديو. انت اللي عملتي في نفسك كده يعني؟ انا عارفه. انا دخت قبل ما وصلت لحضرتك اصلا. كنت عايزه اوصل لحضرتك باي طريقه. ما انا مش هقدر اذيع الفيديو ومش هقدر اقول بشاعه اللي انا شفته. انا عايزه حضرتك تساعديني. انا عايزه حضرتك تساعديني. لا، في مصر فيها رجاله كتير قوي تساعدك. انا عايزه حضرتك تساعديني. ما ينفعش ست تتاخد يتعمل فيها كده ويتساب. في رجال قضاء وفي رجال قانون وفي رجال مباحث وفي دوله. مش هينفع. انا عايزه افتح التحقيق قبل 40 يوم. انا جلستي كانت 18/5 قبل الحكم ما يسقط. كده حاجه هيضيع حضر. طب ما ترفعي تاني. ما هو انا رافعه تظلم وجايه لحضرتك عشان توقفيني على رجلي من تاني. رافعه فين؟ في محكمه الجنايات في طنطا. فانا مش عارفه اعمل ايه. لا، انت مش المفروض تعملي حاجه خالص، انت المفروض تشتكي بس. اشتكي ايه؟ اشتكي لمين؟ انا ماليش حد يقف جنبي. انا ماليش حد، لا ليا اب ولا ليا اخ ولا ليا عم ولا ليا حد خالص. انت زي ما حضرتك شفتيني، انا جوزي بيطلع يشتغل يعني بيديني الفلوس مصاريف في الاجره وكده عشان اجي. يعني انا ماليش حد. اعمل ايه؟ انا مش عارفه. لا، هو انت مش المفروض تعملي حاجه خالص. ما انا جايه لحضرتك عشان حضرتك احنا معانا الفيديو اللي هي متصوره فيه قلعوها هدومها وصوروها في كل حته من كل حته وعملوا حاجات مش لطيفه خالص خالص وذاعوا الفيديو ده في كل حته. فين بقى مباحث الاداب؟ فين يعني ان الست تتصور فيديو وتتهدد بيه؟ ده تبع مباحث الاداب. ده المفروض ان هو تبع مباحث الاداب. ما ينفعش واحد ياخد ست يعمل فيها كده، حتى لو هي حراميه، حتى لو هي قاتله، حتى لو هي اي حاجه في الدنيا. ما ينفعش ان يتعمل فيها كده وتقولي ان هو ده اللي عمل كده. ما هو باين صوته في الفيديو وباين ايديه. صوت 2 فيهم، الاتنين محبوسين. الاتنين محبوسين. واحد هيطلع في شهر 11. ليه؟ وانا مش عايزاه يطلع اما اخد حقي منه الاول. يطلع ازاي؟ هو خلاص مخد براءه من قضيتي. محبوس على حاجه تانية. محبوس على ذمه قضيه سرقه 6 اشهر. والتاني عليه بتاع 3 جنيهات واحده جت. يعني هم سوابق اصلا. ده هم مسجلين اصلا. يعني هم ما اتحبسوش على ذمه قضيتك انت؟ لا، يعني هم اصلا سوابق. مسجلين خطر اصلا. فانا مش عارفه اعمل ايه. احنا المفروض ان بعد الحلقه دي ما نعملش حاجه خالص. الفيديو معانا وهم سامعيننا ولو مباحث الاداب عايزه تشوف الفيديو ناخد لها الفيديو. انا عايزه حضرتك تساعديني.
تساعديني وتقفي جنبي. لا مش انا اللي واحدة هساعدك، في مكسورة، دوله، انا واحده مكسوره وعايزه حضرتك في ترشديني. انت في دوله هتساعدك اكيد. ما انا عايزه حضرتك اللي ترشديني. اكيد أنا ما ممكن أعرفش بقى، هو حاجة ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان ساعات ثغرات في القانون. اكيد القاضي عمل اللي عليه وما عملش حكم غلط، ولكن في ثغرات في القانون ممكن يكون دخل منها المحامي. بس احنا يعني تاني نتظلم ونرفع قضيه تاني وتاخدي حق. ما انا عايزه حضرتك تفتحي لي القضيه من تاني. مش انا اللي هفتحها، ما انا عارفه، ما انت حضرتك اللي هتساعديني. احنا بنقول اهو، يعني مع رسول الله البلاغ، احنا بنبلغ اهو، والفيديو معانا. وانت قلتي ايه؟ محكمه طنطا؟ محكمه الجنايات في طنطا. اكيد محكمه الجنايات في طنطا دي فيها قضاه محترمين جدا جدا جدا، واكيد هيسمعوكي، واكيد مش هيسيبوا ابدا ولا شرفك ولا شرف بنتك يضيع كده. واي حد هيتداول الفيديو ده في البلد بتاعتك يبقى مش راجل. كله كان بيتفرج عليه، كله كان بيتفرج عليه. في اكتر من قالوا هي البلد دي بقى نعمل فيها افلام؟ يعني انت حضرتك شايفه ان ده فيلم؟ انا شايفه ان قمه الانحطاط، واذا كانت البلد دي هتقوم في الفتره اللي جايه على الاخلاق فعلا، يبقى لازم نعاقب اللي ما عندوش اخلاق. يا أهل البلد بتاعت الست دي، فعلا لما حد يجيب لك الفيديو ده تقعد تتفرج عليه؟ فعلا تقعد تقول أصل هي بتعمل أفلام مش عارفة ايه؟ ومتشاف في الفيديو اللي بتقول له خلاص حرام عليك كفاية، والله ما هتكلم، والله ما هقول حاجة. يعني مش واحدة مثلا واقفة مستمتعة وهي بتتصور، والحركات اللي كانت بتتعمل واللي كان بيتقال ايه ده؟ ايه ده؟ يعني حيوانات. الناس دي اتمسكت واتسابت وهما مسجلين ومسجونين في قضايا تانية. ليه؟ الست يعني سيادة الرئيس النهارده بيقول لكل جندي ولكل ضابط وللقضاء عرضنا. يعني ده قائدنا اهو بيقول كده، مش محتاجين ان انا اقول بقى، ده عرضكم لكل واحد في البلد، ده عرضكم لكل ضابط موجود في الدايره دي، ده عرضكم لكل واحد في محكمه طنطا من قاضي لرئيس محكمه، ده عرضكم، ده عرض اهل بلدكم الستات المصريين. فين اخلاقنا؟ راحت فين؟ فيديو في حياتي ما شفت كده. يا انا بقول كويس قوي انها ما انتحرتش، ده بجد. هي عايزه تفتح القضيه قبل ما يعدي الوقت، وانا بناشد اي محامي لو يقدر يفتح لها القضيه دي نكون شاكرين افضاله جدا ويتصل بينا باسرع وقت. وبناشد القضاء من فضلكم، انا عارفه ان انتم مقيدين بالقوانين، ولكن يا رب يا رب يكون الناس سمعانا وفاهمه احنا بنقول ايه وفاهمه حجم المشكله اللي احنا فيها. محتاجين نبقى محميين بالقانون، ان اللي هيعمل كده هيتبهدل، اللي هيعمل كده هيموت، اللي هيعمل كده هيتعدم. رويدة، ايوه اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. دلوقتي انا كنت في الاتحاديه، انا وناس اصحابي ومعانا 2 نشطاء معانا شباب. فالمهم واحنا ماشيين لقينا خناقه جامده، فطبعا الشباب قدامنا فاحنا ماشيين وراهم. فللاسف الشباب ما كناش متوقعين ان هم كده يعني اختفوا وسابونا، فزي شبه دايره هتتعمل حوالينا. فلقينا صويت، فانا من اصحابي كل واحد كان في مكان، بس فوجئنا ان انا صاحبتي كانت بتتشد بالكاب بتاعها، ادخلي عربيه الاسعاف بالعافيه.
وانا اتلموا حواليا لدرجه انهم كانوا هيدفوني على وشي الشباب دي. فالمهم ايه، صوتنا وعملنا وبعدنا عنهم ومفيش فايده. فجم 2 وطلعوا التانيين عربيه الاسعاف. فجم 2 شباب حاولوا يطلعونا من الدوريه اللي حوالينا، فما عرفوش، لدرجه ان احنا ايه اتنصلنا على العربيه بس بعيد ما ركبناش. فالمهم 2 شباب فضلوا معانا للاخر لحد ما طلعنا من الموقف اللي احنا فيه ده. بس ما كناش نتوقع طبعا ان النشطاء اللي كانوا معانا الشباب انهم يشوفونا في الموقف ده يعني. انا بشكرك جدا. الحقيقه انا مش محتاجه تليفونات تقول لي انا تم التحرش بيا، انا تمت معاكسه، لان دي ظاهره يعني لو على قد التحرش يعني الحمد لله. انا بقول لكم بيبيهات بتتخطف وبتتقتل وبيتم اغتصابها بعد ما تموت، بعدين يرجع يقول لك اصله طفل فياخد 15 سنه بس، ويطلع بعد نص المده او 3/4 المده. هل ده ينفع؟ تشريع القوانين في ايد مين؟ لازم يتم تشريع قوانين جديده. معلش يا احمد انا عايزه اجل التليفونات شويه عشان الوقت متاخر، ناخد تليفونات في اخر الحلقه. عشان بس يقول لك ايه، صبايا بيجيب جرايم. اصل صبايا بيركز على الحاجات اللي مش كويسه في المجتمع. حرام عليكم اتقوا الله. ده احنا بقالنا كتير قوي بنعرض نفسنا لحاجات يعني والله ما يستحملها حد، عشان نقول للناس في مشكله حقيقيه، عشان نقول للمسؤولين في مشكله حقيقيه، من فضلكم انقذونا وانقذوا الشعب منها، وهي الانفلات الاخلاقي الغير طبيعي اللي حاصل. تعالوا نشوف القضية اللي جاية دي، وهفضل أعرض قضايا وأقول لو سمحتوا من فضلكوا أبوس إيديكوا أبوس رجليكوا، أعمل أي حاجة في الدنيا